11 راجل في الملعب، أهلاوي 90 دقيقة على المكسب. أهلاوي. بداية الماتش تشكيلة 4-3-3 بتتحول وقت الهجوم ل2-3-5، بحيث ان ديانج يخش ما بين الباك اليمين والمساك اليمين و... وقفشة ما بين الباك الشمال والمساك الشمال. في مواجهة التكتل بتاع دفاع انبي ان هم كلهم مرصوصين ورا، كان تغيير الملعب من اليمين للشمال، واللي كان بيعمله امام عاشور في اكتر من مرة قبل في الماتشات اللي فاتت ما كانش بيحصل. في اللي عملوا كرة واحدة كانت من من تاو لحسين الشحات اللي جت في العارضة، ودي كانت اهم واخطر كرة جت لنا في الماتش ده في الشوط الاولاني. زي ما كنا بنقول ان المثلثات اللي بيعملها كولر ناحية اليمين ما بين هاني وتاو، وانه يدخل ديانج في المكان ما بين الباك الشمال وما بين المساك الشمال بتاع الفرقة اللي قصادنا، ده كان من انجح التكتيكات اللي هو عارف يعملها وقدر ياخد منها بنالتي. والاهم فيه ان كولر عرف يطور ديانج انه ازاي يقدر يستلم الكورة من غير ما تهرب منه، دي حاجة جديدة لانج على ديانج، حلوة والله. وفيما بقى والغير كده ان ديانج عمل الحاجة الغير متوقعة، ان هو رقص اللعيب، ما فكرش ان هو يلعبها وبس. بالنسبة لمودست اساسي، واضح ان هو تقيل، واضح ان هو مش قادر لسه ان هو يبقى فت في الملعب، بس واضح ان هو بيلعب بدماغه كويس. الكرة اللي احنا شايفينها دي اتلعبت محمد هاني لمودست، برغم ان هي ملعوبة بالونة شوية، الا انه قدر يطلع يلعبها، وبحظه وحش ان هي جت جنب العارضة، وده راس ماله اساسا. ميزة الأهلي مع كولر إن الهجوم ما بعدش بس من الأطراف، بقى برضه بيحاول يهاجم من قلب الملعب. لو شفنا الكرة دي، تيتاو استلمها، ظهر له قفشة جراله محمد هاني من ناحية اليمين، بعد كده لعبها بالعرض كويسة جدا، مودست قطع قريب من على القريبة، تاو حاول ان هو يستلمها معرفش. لو نركز في ان مودست ازاي انه اتحرك وقدر يفتح لنفسه مساحة، ده جزء كبير من ان يقول ان الراجل ده لعيب كويس. اعتماد انبي من بعد ما دخل في الجون التاني على اوفا، وان هو بيعتمد ان هو بيعرف يلعب كور عرضية كويس، وان هو الكروسات والكور الثابتة بدماغه بيلعبها كويس، فده اثر. ده كان واضح جدا انه عمل لنا خلل ما بين ياسر وما بين عبد المنعم، وان الولد نتيجة ان هو بيلعب بدماغه كويس، اي حركة من الاتنين كانت غلط كان فيها تهديد كبير قوي علينا، وحصلت في كورتين، والحمد لله ان واحدة والحمد لله الاتنين جايين جنب العرض. مفيش كلام ان عبد المنعم من احسن المدافعين، ومن هو اهم مدافع موجود عندنا، لكن عنده مشكلة ان الثقة زيادة في كرة زي دي، هو ما بينه وما بين اللعيب المهاجم مسافة كبيرة، مسافة ما هو دخل حاول يقرب من اللعيب ده كرة، واللعيب ده مجرد ما غمس بس الكرة شوية من جنبه، قدر ان هو يعمل يعمل انفراد، لانه اترتب عليها ان ياسر طلع يهاجم المكان بتاعه، يأمن مكان عبد المنعم، وبقى مروان عطية مش عارف طبعا ان هو يغلط، مش عارف ان هو يعمل اي فاول او يوقفها، وحظنا حلو ان الشناوي كان متألق. جون امام، طبعا امام عمل فيه مجهود كبير واستلمها صح وتمام، كل ده زي الفل، لكن جزء كبير منها تحجيزة كهربا اللي قفلت على المدافع فرصة انه يحاول يقرب من امام. رأيي في مودست انه لعيب كبير، وواضح ان هو بيلعب بدماغه كويس، بس واضح ان هو برضه مش جاهز بدنيا نهائي. مش هقول يا اسطى والله غير ان انت عامل حرقان في 100 عقبة، وربنا ربنا يحميك يعني. مستنى اشوف الدويتو اللي هتعملوه في ماتش الزمالك وانتم ملبسين الزمالك جونين 3. احصائية بتقول ان زي ما انتقدنا الشناوي قبل كده، الماتش ده هو شال جونين في رأيي كان ممكن يقلبوا الماتش، وكان ممكن يعقربوه علينا. أهلاوي أنا